يلعب محمد صلاح في المباراه بازل. وهناك ايضا اخبار ان حسني عبد ربه احرز هدف في فريقه مع فريقه طبعا النصر. وهناك ايضا جده احرز هدف ايضا مع هال سيتي. اعتقد محترفين المصريين المتواجدين في الخارج او في الدول العربيه او سواء الدول الاجنبيه حتى الان اسبوع طيب بالنسبه ليهم. والله نتمنى الاستمرار في المستوى، التقدم في المستوى. حسني بيقدم احسن مواسمه من 3-4 سنين مع نادي النصر، في ارتياح نفسي جدا مع اداره النصر، عامل موسم رائع. كان مباراه ديربي الاسبوع اللي فات مع نادي الهلال وكسبوا نادي الهلال، احد معاقل كره القدم في الكره السعوديه. عندهم النهارده الفاينل بتاع كاس ولي العهد بين النصر والنادي الهلال. حسني انا شايف ان هو السعوديين كلهم بيتكلموا عليه كويس جدا، عنده بعض العروض كمان من السعوديه من انديه يعني ممكن تكون الامور الماديه اعلى، وحتى كمان في قطر. اتمنى التوفيق لحسني لانه مثال جيد للاعب المحترف الملتزم، وده سبب نجاح حسني عبد ربه. ممكن حد يقول لك هو محترف في دوله عربيه، يعني اي احتراف طالما انت ملتزم وتؤدي بشكل كويس ومقنع للمدير الفني. والدوري السعودي قوي ايضا، والدوري السعودي قوي زي ما انت قلت. يعني اعتقد ان حسني عبد ربه مثال محترم جدا واحتذى فيه. جده يعني كان في مكالمه بيني وبين وانت جاي سامعها بينه وبين رامز جلال. رامز جلال ممثلنا الكبير جدا والمشهور والمعروف. رامز كان بيكلمني بيقول لي ان هو كان قايل لجده من 3-4 سنين شكلك ستايل انجليزي. اتمنى لمحمد ناجي جده مع هال سيتي بالهدف الرائع اللي شفناه والاحتفال الكبير جدا من الجمهور والاحتفال من رئيس النادي ومن ستيف بروس احد اقوى وافضل المدربين في تاريخ انجلترا بالكامل، انه يستفيد من تجربته مع ستيف بروس ولا يستفيد من تجارب اخرى كانوا مع ستيف بروس. فستيف بروس مدرب بيقدر يطلع لاعب، بيقدر يخرج لاعب، بيقدر صحيح. كمان يدي النفسيه والفنيات للاعب. عشان كده اتمنى من التجربه بتاعت ال6 شهور لمحمد ناجي جده ان يثبت كفاءته وينتقل او يصعد بالفريق الى الدوري الممتاز، هتكون اضافه كبيره جدا. وده هدف المحمدي برضه فاز فيه بهدفين مقابل هدف واحد. يعني هال سيتي على ديربي كاونتي. هي فرحه للمحمدي مبالغ فيها شويه، فرحه لم نعتاد عليها في الدوري الانجليزيه لا في الشيب ولا كمان في البريمير ليج. يعني اعتقد ان هي فرحه مبالغه، ولكن الهدف ومحمدي ما بيجيبش اهداف كتير جدا، وانتقاله بعد ما راح ساندرلاند مره ثانيه رجع هال سيتي وتواجد محمد ناجي جده وتواجد احمد فتحي. فاعتقد العمليه النفسيه بالنسبه لثلاث لعيب هيبقى لها دور كبير جدا ومؤثر مع ان هم يبقوا في انجلترا ويمددوا كمان حته التعاقد من النادي الاهلي مع اي نادي في الدوري الانجليزي. طبعا بنبارك له، هيفوز طبعا، هيتجوز يوم 28 فبراير ان شاء الله، هيرجع القاهره يوم 24 فبراير. فتحي متجوز احمد المحمدي. احمد المحمدي طبعا ان شاء الله بنبارك له ونقول له الف الف مبروك ان شاء الله.